محكمة الطاس اليوم هذه العشية لحت البلاغ، أخيرا لحت البلاغ وقال لك السنغال رسميا حطت واحد الطعن ديالها، ولكن طعن غير مكمول مازال، حيت اصلا السنغال قال لك اودي في الطعن، قال لك حنا اصلا مازال الكاف ما خبرتناش علاش حيدت لينا الكاس، قال لك تتنشر الكاف تتنشر وتقولها علاش حيدنا الكاس للسنغال، وانا ذاك اللي نكملوا المذكره ديالنا. نقراو لكم البلاغ سطرا سطرا ترجمناه الى العربيه لتسهل القراءه والفهم. كيقول لك محكمه التحكيم الرياضي الطاس، بيان صحفي: كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025 صنف كرة القدم. محكمة التحكيم الرياضية تسجل، يعني قبلات، طعنا من الاتحاد السنغالي لكرة القدم. تسجل. أعلنت محكمة التحكيم الرياضية الطاس أنها توصلت بطعن مقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد كل من شكون اللي طعنوا فيه؟ الاتحاد الافريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. ويتعلق هذا الطعن بقرار صادر عن الكاف بتاريخ 17 مارس 2026 يقضي باعتبار المنتخب السنغالي خاسرا لنهائي كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025 بالانسحاب فورفي ومنح الفوز للمنتخب المغربي بنتيجة 3-0. الطاس ينشر بيان دوك نقراوه مع بعضنا ويأكد انه باريزومبل راهو استلم الملف تاع الطعن من عند السنغال وراح يفتح تحقيق في هذا الموضوع هذايا، ويطلب من اللجنه او الكاف باريزومبل تعطي له الادله والقوانين اللي استندت عليها. دوك نقراو لكم على كل حال ونترجموها ترجمه شويه بالفرنسي، ولكن دوك نحاول كيفاش هاوليك الطاس القرار تاع الطاس كيما راكم تشوفوه لهنايا نترجموه. قال لك بيان صحفي: كرة القدم كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025. محكمة التحكيم الرياضية كاس تقبل طعنا من الاتحاد السنغالي لكرة القدم، يعني تقريبا يقول استلمت تقبل، يعني قبلت مبدئي شدت، يعني فهمتوا. لوزان 25 مارس 2026 أقرت محكمة التحكيم الرياضي كاس باستلامها طعنا قدمه الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف والاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم. يعني الطعن هنا هما راهم يأكدوا باللي ماشي ضد لجنة الاستحقاق، لجنة الطعون ولا قرار. هنا الطاس او السنغال راهم يأكدوا باللي هذا القرار جاء من عند الكاف وباتفاق مع الماروكو. يعني واش يقول لك الطعن ضد الماروكو وضد الكاف الاتحاد الافريقي. وموتسيبي دار لهم دي خطره واحد الفيديو قال لهم انا نحترم وانا خاطيني حنا لجنه مستقله. هنا دوك ياكدوا لك باللي ماشي لجنه مستقله، طاس دوك تاكد لك هكذا. تبع معايا مليح. والاتحاد الملكي المغربي لكره القدم. ويتعلق الطعن بقرار أصدره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في 17 مارس 2026. قرار الاتحاد الإفريقي، يعني موتسيبي حاب يقول لك نو ماشي الاتحاد الإفريقي اللي دار هذا القرار. شكا حنايا لجنة الانضباط او هذيك اللجنه اللي نسيتها، لجنه الانضباط نورمالمون رفضت الملف تاع ماروكو. هما متفقين نرفضوهم بعد نحولوهم بعد نقبلوه، متفقين على كلش. رفضت ومن بعد داروا لجنه مستقله. عرفت واش معناتها مستقله؟ يعني هنا يقول لك باللي قرار الكاف هايدي اصدره الاتحاد الافريقي لكره القدم 17 مارس 2026 ويقضي بخساره المنتخب السنغال نهائي كاس الامم الافريقيه المغرب 2025 بالانسحاب ومنح الفوز للمنتخب المغربي بنتيجه 3-0. وحنا جميعا نعلموا انه السنغال ما انسحبوش. واش معناتها انسحاب؟ انسحاب انك تروح ويفوت 4 ساعه ولا ما على باليش بعد الاربيت يصفر باللي خلاص المباراه ونعطوها لماروكو. راكم فاهمين؟ هذا هو الانسحاب. اما المباراه كملت بصافره الحكم انتهت بعد 120 دقيقه، يعني ما انسحبوش. كانت مشاكل صح انسحبوا بصح هو ما عاودوا رجعوهم. قرار من الكاف هكذا.
قال لك كرة القدم كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025 سجلت محكمة التحكيم الرياضية كاس الاستئناف بتاريخ 25 مارس 2026، يعني اليوم سجلوه في اسمه بهدف نقد قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم، يعني بهدف انهم باش يلغيوا القرار تاع الاتحاد الافريقي، يعني يدرسوه ماشي يعني الملف اللي بعثته السنغال هو الشكوى باش يلغيوا هذا هكذا. قال لك واعلان الاتحاد السويسري، هذه ماشي سويسري على كل حال، كرة القدم FSF فائزا ببطولة كأس الأمم الإفريقية، كما يطلب الاتحاد يعني طاس لكرة القدم تعليق واسمه السنغال، يعني حب يقولوا هنا ماشي الاتحاد السويسري، الاتحاد السنغالي لكرة القدم فائزا بالبطولة، يعني نطعنوا في القرار تاع الكاف والماروكو وتعاودوا حنايا الفائز، عاودوا كما نقولوا نلغوا هذاك القرار ونخلوا القرار تاع واسمه السنغال هو الفائز بالكأس، واعلان الاتحاد واسمه السنغالي لكرة القدم فائزا ببطولة كأس الأمم الإفريقية، كما يطلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم او ماشي الاتحاد، يعني يقصدوا الاتحاد السويسري، يقصدوا الاتحاد السنغالي لكرة القدم تعليقا فوريا لموعد النهائي لتقديم مذكرة الاستئناف لحين إبلاغ بالأسباب الكاملة لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يعني حبسوا كاع الحالة، ما كان حتى قرار، يعني ماشي لازم نسلموا الكأس، حب يقول يعني يتعلق، ما راهوش رسمي هذا القرار تاع الاتحاد الإفريقي حتى يتبين لماذا ولماذا هذيك لموعد النهائي لتقديم مذكرة الاستئناف لحين إبلاغ بالأسباب الكاملة لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وقد اقتصر قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الصادر في 17 مارس 2026 على حكم هيئة الاستئناف التابعة له، يعني حبوا يصوروا لكم باللي الاتحاد الافريقي رفض، وكاين قانون يقول باللي كاين لجنه مستقله ويقول لك تابعه له، يعني تاع الاتحاد الافريقي. من الآخر الخبر اللي معانا في هذه الحلقة هو ببساطة فرحة زيادة للمغاربة ومحبيهم ومناصريهم، صفعة مدوية للسنغاليين، صفعة حراءة. ومن الآخر طبعا احنا عارفين الأحداث الأخيرة بعد ما الكاف أعلن رسميا وبشكل قاطع أن المغاربة الأسود الأشقاء هم أبطال القارة وليس لهذا الكلام بديل. أم طبعا الموضوع ما عجبش السنغاليين وقعدوا يتنططوا ويصيحوا وقالوا احنا رايحين للطاس يجيب لنا حقنا، اصل احنا مظلومين، وقدموا الشكوى لمحكمة الطاس. طبعا في قرارات كتيرة واخبار كتيرة بتطلع في اليومين الاخيرة، في منها الصحيحة وفي منها الغير. اكيد خبر شفته وانا قاعد هعرضه لك بالظبط زي ما شفته. مصدر كبير في الاتحاد الافريقي رفض عن كشف هويته، يزف بشرى سارة للمغاربة وصدمة قاسية للسنغاليين أن الطاس المحكمة الرياضية الدولية في طريقها قريبا لاعتماد وتأكيد خبر الكاف أو قرار الكاف باعتماد المغرب البطل والسنغال منسحب. طيب يا أبو زيد، هل أنت مصدق هذا الكلام؟ لا. طب أنت ما أنتش مصدقه؟ برضه لا. ده خبر أنا شفته وبعرضه لك، إنما اللي أنا مصدقه ومتأكد منه هي حاجة واحدة منطقية: ما دام الكاف اعلن قرار فالطاس سيقر. الله، ليه يا راجل؟ ده الكاف معروف ان هو مشنكح من المشنكحين ومش فير قوي ومش نزيه يعني، وله الكثير من الالاعيب، واحنا وانت معانا على الكلام ده كنا شاهدين عبر مئات بل الاف من الفيديوهات على قناتك المصونة دي على اليوتيوب كورة كاش. اقول لك هو ده مربط الفرس، كون ان الكاف يبقى مشهود ليه بعدم النزاهة الكاملة وبالتلاعب، ودي سمعة معروفة عنه، ويجي في واقعة وبرغم ما مشهور عنه يقر ويؤكد فيها الحقيقة، ده معناه ان الموضوع كبير. تخيل الكاف اللي قلما في مثل هذه الحالات ينصف المحقوقين اللي ليهم حق، يجي في هذه الواقعة ويلاقي نفسه محاصر بمليون دليل مش دليل واحد، فيعلن استسلامه. ما قدرش، ملهاش مخرج. هنقلبها ازاي؟ هندريها ازاي؟ هنخلع منها ونهرب منها ازاي؟ فرغم
فساده المعروف عنه، إلا أنه لم يستطيع أن يجد شيئا يخرجه من هذا المأزق، ففي النهاية اعترف وأعطى الحق لأصحابه وفي موضوع كبير. ما الكاف يا ظلم المغرب، وده ردا على كثير من المشنكحين اللي بيقولوا الكاف مجامل للمغرب. أقربها جوائز لاعب مغربي وتلاقيه مكسر الدنيا وروحوا ادوها لواحد تاني ما عملش حاجة. بس هنا كان الكاف عنده حجج، اصل ده شارك في مباراه مهمه، اصل هدفه مش عارف اللي حطه فين كان اهم، اصل لما عمل ايه دخل فين راح في النص فين فجاي ايه، فياخدك في توهه. انما هنا هيقول ايه في واقعه المغرب والسنغال؟ ما لقاش كلام يقدر ان هو يبني عليه، ما لقاش حقيقه تخليه يتفلفص من الحقيقه، فبرغم ما هو معروف عنه اقر الحقيقه. اذا الطاس اللي هي تاريخيا المفروض في اسوأ احوالها انزه بكثير من الكاف، كون الكاف بكل ما هو فيه وما يعانيه ده يقر الحقيقة بالمنطقي بالعقل، الطاس تقرها. موضوع كان صعب على الكاف ومع ذلك أقره. يبقى المفروض الطاس وتاريخيا معروف ان هي انزه بمراحل من الكاف. الكاف هو هيقر وتيجي في نفس الواقعة هي ما تقرش؟ لا طبعا، غير منطقي. فده اللي انا متأكد منه من خلال معرفتي بالاثنين، وده اللي اقدر ان انا اكده لك واقول لك اطمن، انما هو تعليق لاجل دراسة كل الحيثيات. ده خبر النهارده مفرح، ان كان حقيقي يسعدنا اكثر ويصفع السنغاليين اكثر، وان كان هذا المصدر غير حقيقي فهو ما قال الا الحقيقة، لان المنطقي والترتيب المنطقي للاحداث اللي المفروض تحصل هو ده، ان الطاس يقر قرار الكاف. انما الجماعة السنغاليين اللي هم فيه ده حلاوة روح، دوشة. عارف انت الصياد اللي بيبقى معاه بندقية ويجي ضارب حمامة فتقع قدامه خلاص وقعت، بس تقعد تفرفر تتنطط وتعمل جناحاتها كده، حلاوة روح. خلاص الرقصة الأخيرة زي ما احنا بنقول. وعلى ذكر الصيد فكرتوني بجدي، كان الله يرحمه عنده بندقية صيد. والله كان كل جمعة الاقيه قاعد قبل الظهرية كده وفاككها وجايب منديل وزيت وعمال يلمع فيها من جوه ومن بره كده. كان من هواياته القاتلة ان يجيبها يفكها كده ويقعد في الشمسية كده الشموسة، يقعد يلمع فيها ويخليها بتبرق. الله يرحمه قعدت عنده طول عمره ما ضربش بيها طلقة. ويوم ما قرر في مرة ان هو يجامل ويروح في فرح احد الاقرباء ويضرب عيرة في النار عشان يجاملهم، وكانت اول مرة يضرب بيها ضرب ردت في رجله. والله الفارغ اللي هو السخن ده وقع على رجله، فضلت ورمه ورابطها كام يوم. قعد له ده كام يوم، ده قعد له بتاع كام اسبوع. كانت اول واخر مره يضرب بيها، سبحان. راح باعها او باعها والله بعد هذا الموقف. كانت اول واخر مره يضرب بيها. فاللي بيحصل لك الله يرحمه يعني احسن حاجه في القصص دي ان هي بتخلينا ندعي ليهم بالرحمه. فالسنغال يا اخويا اللي هم فيه ده حلاوه روح، لان هم اصلا عقب ما الاتحاد الافريقي اعلن هذا القرار قالوا مش مسلمين الكاس للمغرب. فبعض الاشقاء قله قليله جدا من المغاربه يعني قلقوا، والبعض الاخر من المشنكحين اللي كارهين المغاربه فرحوا. طب يا اخويا خليهم يعملوا كده. والله العظيم السنغال ما تقدر تعمل كده. انت عارف ده معناه ايه لو السنغال فكرت تعمل كده؟ السنغال تبطل كوره، ما تلعبش تاني في القاره، ومن ثم ما تروحش كاس عالم. ما تروح كاس عالم ازاي لما تصفي في القاره؟ فلا يمكن هذا يحدث اطلاقا تحت اي حال من الاحوال او اي بند من البنود، انما هي تهديدات فقط لا غير، كلام فقط لا غير. حلاوه روح اللي هو فقد كل الاوراق والكروت اللي يلعب بيها، فبيقول اي كلام، اي حاجه في اي حته وخلاص. قول اي حاجه في الحلبنتيش وخلاص، اللي يجي في بالك قوله وخلاص. او كلام احسن ما يبقى لا كلام ولا افعال. انما هم ما يقدروش اطلاقا على هذا الامر. صحيح صرحوا، وشفت انا رئيس الاتحاد السنغالي نفسه قال ان مش هنرجع بس والله كلام، والله العظيم ما يقدر. وسامع انا بقى حاجه منتشره اليومين اللي فاتوا بتقول لك ان الكاف لن يمرر هذا الكلام او هذا الامر مرور الكرام. يعني استمرار السنغاليين هم كده هيرجعوا للمغرب النهارده بكره بعد الشهر. الكاس راجع للمغرب بالميداليات دي، حط في بطنك بطيخه صيفي وتاكد منها. لكن الشغل اللي بيعمله السنغاليين ده والمماطله في تنفيذ هذا الامر انا سامعها وشايفها منتشره الفتره الاخيره. الكاف ينوي بعد الموضوع كده ما يتقفل تماما كده والدنيا تهدى توقيع عقوبات قاسيه على السنغاليين من اجل هذه المماطله. فخليهم يزيدوا اكتر، خليهم يماطلوا اكتر في هذا الامر. والله ما هتعك غير على قفاهم، على ودانهم من ورا، عشان تبقى عارف.
فمهما تسمع يطلع نجم من عندهم رئيس اتحاد رئيس الوزراء بتاعهم يقول لك لن نعيد هذا كلام ابن عم حديث ليس أكثر ولا أقل، لا قيمة له ولا وزن، لأن تنفيذ هذا الإجراء يعني السنغال تبطل كورة. ما تشوفش كورة عند السنغاليين، منتخبات وأندية الاثنين. فإن شاء الله أنا متفائل، وزي ما مسكنا الموضوع من بعد النهائي وصلنا لحد قرار نهائي اعتماد الكاس المغربي وسحب السنغال، وكنا قبلها نطلع نقول كان الكثير يقول لا يعني ما بلاش مبالغة وما نحلمش، وقد كان برضه هنمسك الموضوع بتاع الطاس ده حتى النهاية واحنا مع بعضنا، وكل عام وأنتم بخير وإلى اللقاء. السبعي كيفاش الطاس؟ واش السنغال غادي يديو الدوسي ديالهم حتى الطاس؟ راه ما عندهمش الحق. علاش ما عندهمش الحق؟ لانهم في الحكم الابتدائي ديال اللجنه ديال الانضباط ما داروش هما الاستئناف، راه المغرب اللي دار الاستئناف، وبالتالي راه المغرب اللي من حقه انه يمشي للطاس ماشي السنغال. اخواننا الكرام، هذه من الامور اللي شفتها غريبه جدا اليوم في بعض المواقع التواصل الاجتماعي ومن بعض الصحفيين الرياضيين اللي قال لك السنغال هاد الهضره ما عندهاش الحق تمشي للطاس. لا يا اخواننا الكرام، من حق السنغال انها تمشي للطاس. المحكمه الرياضيه المتقاضيان يعني المغرب والسنغال من واحد فيهم من حقه انه يدير الاستئناف من لجنه الانضباطيه اللي هي نقدروا نقولوا حنا المحكمه الابتدائيه بالعرف، نهضروا حنا بالعرف ديال المحاكم، وبالتالي السنغال اليوم من حقها يا اخواننا الكرام انها تمشي اللجنه ديال الطاس. واش الطاس ستتراجع عن موقف او قرار لجنه الاستئناف؟ من المستبعد جدا اخواننا الكرام ان الطاس تحكم ضد يعني لجنه الاستئناف. السنغال اليوم مع الساعه الثانيه بعد الظهر، دابا تخلطوا علينا الساعه الجديده وهذه الزوج بالتوقيت المغربي، تعلن السنغال عن طريق رئيس الجامعه ديالها عبد الله يفال وعن طريق المسؤولين ديالهم بان بغا يتوجهوا للطاس. يلا صرحوا بالنوايا. حاولت نتواصل بطريقه الخاصه ولقيت صعوبه. كاينين الناس دي زانترميدير اللي كنعرفهم تواصلوا واكدوا لي داخل الطاس في سويسرا بانهم الى غايه الساعه 3:30 بالتوقيت المغربي ما توصلوا حتى بشي مراسله رسميه من الاتحاد السنغالي فيما يخص الاستئناف. شحال عندهم ديال الحق؟ عندهم الحق ما بين 10 ايام و 21 يوم. شحال دازت؟ نهار 17 صدر القرار ديال الاتحاد الافريقي بلجنه الاستئناف، اليوم 24 في الشهر، يعني وصلنا 7 ايام، تبقاو 48 ساعه. واش كيلوحوا وكيديروا عمليه جس النبض؟ واش غيحطوا الدوسي ديالهم في الطاس؟ هذا هو اللي كنتسنى باش نمشيو واياكم. هذه بيضه بلديه، وحنا المغاربه ما كنقولوش البيضه والحجر، لا انا نلعب بالبيضه والحجر. وعندي واحد الطاس ديال الشلال في الدار حاطو كبير ما قدرتش نهزو نجيبو. هنا فين وصل بحال اللي قلت لكم القضيه حامضه. دابا هاد البيضه هذه اللي غتوضع في الطاس وغنوقفوها في الطاس، واستسمح على هذا التشبيه ولا هذه، دابا حان الوقت باش نوضعوا البيضه في الطاس. وكنقولها امام الجمهور المغربي، سجلوها عندكم. قلت لكم جاي كحل عماها كيقلبوا على جوا من جل بكل ما تحمله الكلمه معنا.